أهلا بحضراتكم في جملتين وبس. يا ترى الصبر له حدود؟ الصبر له نهاية؟ سؤال بيدور في دماغ كل واحد فينا، خاصة في الأيام اللي احنا بنعيش فيها زي ما بيقولوا زمن الكورونا. الفكرة كلها فكرة إن الناس بتتحمل، الناس بتصبر، الناس بتنضغط، الناس بتعاني فبتصبر. فهنا بيرد مفهوم الصبر، او بيجي على في دماغنا ايه الصبر، ايه موضوع الصبر. طبعا مش داخل عشان اعرف ايه هو الصبر، لا انا فيلسوف زماني ولا انا رجل دين ولا انا رجل حكمه، ما عنديش الخضرات ديت ابدا. انا كل اللي عايز اتكلم عنه بتكلم عنه كانسان عادي بيتكلم عن احساسه بالموقف. احنا اتحملنا كتير قوي الفتره اللي فاتت. الفتره ديت كان الارزاق اضيق شويه، لان طبعا فرصه العمل اقل، مش عارفين نشتغل عدد ساعات كافي، في ايام كتير فيها المحلات مقفوله والشغل بتاعنا مقفول، فاحنا يعني في خساره ماديه حاصله. النقطه الثانيه الخوف والقلق والتوتر اللي العدوى، اللي ممكن يحصل عدوى، المصاريف اللي صرفناها على المطهرات والمعقمات والحاجات اللي زي ديت عامله ضغط علينا وعلى الاسر كلها. ولادنا اللي في البيت اللي قاعدين زهقانين ملين متضايقين مخنوقين. طفل كان بيروح نادي، كان بيمارس رياضه، كان بيروح مدرسه، كان مشغول بواجب. بنت مثلا او ابنك كان بيدرس في ثانوي في اعدادي بغيره، بيروح درس، بيروح بيتحرك بيذاكر، في حاجات تانية شغلاهم. هم بيحصل لهم نمو اخر في الحياه من خلال التعليم، من خلال الرياضه، من خلال العلاقات والثقافه، ندوات، تدريب، كورس بيحضروه، كانت جيم بيلعبوه، حاجه بتقوي جسمهم، ايا كان. هو كان في تنميه بتحصل لهم. في حد تاني قايم بالدور ده عننا. من النهارده الولد او البنت او ولادك ولادي قاعدين معانا في البيت طول الوقت. طبعا دي احنا اتكلمنا قبل كده عن الجانب الايجابي في النقطه ديت، وحاولنا ان احنا ننمي ونقدم كتير لاولادنا ونطور فيهم ونقول قربنا منهم يكون فرصه كويسه، وده كان موجود في فيديو سابق ممكن حضراتكم تشوفوه على القناه. لكن انا بتكلم النهارده ان طول الفتره عامل علينا ستريس، ان احنا ازاي اقدر اوفي بده على طول، ازاي على طول ابقى انا مسلي، ابقى لذيذ، ابقى بوفي كل الطلبات، احقق لهم شيء، اخليهم. انا قعدت يعني احاول في حاجات كتير جدا، من ناحيه وقتي ومن ناحيه تجارب قعدت اجربها، افكار حاولت اقدمها، حاولت ازرع فيهم حاجات جديده، حاولت ان انا اتواصل معهم اكتر. ده بالنسبه للولاد في البيت. كمان بالنسبه للسعي ولقمه العيش والرزق، حاولت ان انا اغير طريقه عملي، اغير طريقه شغلي، اغير طريقه تفكيري، بحيث ان انا يعني زي ما بيقولوا كده ايه، تكسب بطريقه يعني ايه كومبريسد شويه، لكنها تحقق نفس النتيجه. حاولت بطرق كتير قوي ان انا اتغلب على الامور، والحمد لله ربنا وفاني. انا مش محبط، انا مش مستسلم، انا مش زعلان من حد، انا خايف على الناس وخايف على نفسي وخايف على ولادي، وبتمنى زوال الوباء، وبدعو ربنا وببتهل له طول الوقت ان هو يرفع هذا الغضب عننا ويرفع هذا الوباء عننا، ويهدي علمائنا ويهدي علماء العالم ويهدي الانسانيه والبشريه اللي في قلبهم الخير، اللي يقدموا لنا شيء ان نحل بيه المشكله، مصل او لقاح او دواء ينتهي فعلا بهذا الكابوس المدمر اللي احنا عايشين فيه، والخسائر الفادحه والخساره الشخصيه والخساره العامه وخساره في كل المجالات احنا بنشوفها دلوقتي. بقت الشوارع حزينه، بقت البيوت حزينه، بقت المساجد فاضيه، بقت الدنيا من وقت معين خلاص. يعني انا عارف، حاسس بيه باللي انتوا حاسينه. انا واحد منكم بيتكلم عن دوت، انما انا لو وصلت له في الاخر خالص، هو ده بقى اللي انا كنت بتكلم عنه في بدايه الحلقه. هل الصبر له حدود؟ بمعنى يعني قصدي هل الانسان مطلوب منه ان لما يصبر لغايه وقت، يعني يربط صبره بوقت؟ هي دي بقى المشكله اللي احنا واقعين فيها دلوقتي، واللي انا لقيت الراحه النفسيه لما فكرت في الموضوع بالطريقه دي. لا يا جماعه، الصبر ملوش حدود، والصبر ملوش نهايه، والصبر ربنا سبحانه وتعالى كان بيثني على الصبر الجميل، الصبر اللي هو مفيش فيه تبرم، مفيش فيه سخط. مين قال ان احنا ممكن ما نبقاش متضايقين، بس انما الصبر عند الصدمه الاولى. يعني انت اتحملت، صبرت، كمل بقى صبرك ببعض الاخلاق الطيبه، كمل صبرك ببعض التحلي ببعض الفضائل، كمل صبرك بانك انت ما بتختبرش ربنا وما بتختبرش الدنيا وما بتختبرش اخوك وما بتختبرش ابوك، ما بتعملش تيست لابنك. يعني انت مش عايش تشوف انك انت هتصبر لو اللي قدامك اداك نتيجه معينه. انت مش، الناس مش تحت ايدك تختبرهم، ولا اللي خلقك قاعد لك عشان
انت تختبره. هي الفكره مش كده خالص، يعني عشان ما نضلش، عشان ما نخرجش عن الاصول، عشان ما نخرجش عن الحقيقه ان انا بصبر، وانا اللي بتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل صبري ويعتبرنا من الصابرين ويدينا جزاء الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فئه من الفئات اللي هتدخل الجنه بغير حساب، ولو تعلمون ما هو الحساب. فطبعا يعني امل كبير جدا لينا ان ربنا يعني يحتسبنا من الصابرين، ونتمنى من الله ان يحتسبنا من الصابرين. كلنا بنتمنى ان ربنا يعافينا ويعفو عنا، لكن ان لم يكن العفو موجود، وان لم يكن متاح، وان ربنا عافانا مما نحن فيه، فليس لنا الا الصبر الهادي، الصبر اللي ما فيش فيه تبرم ولا سخط، الصبر اللي فيه روح حلوه، الصبر اللي ما فيش فيه اختبار امتى بقى وازاي بقى، واذا ما كانش نهايه الاسبوع ده انا لا، واذا اقول لي ابني اذا كنتش تعمل، او هو يقول لي بابا انا اخري كده لغايه مش عارف ايه. يعني بلاش نتستد بعض ونقعد نعمل اختبارات على بعض، ونعمل الصبر بليميتس، والصبر بحدود، والصبر بشروط. ده اللي انا كنت جاي اتكلم فيه النهارده. يا ريت نوسع صدرنا شويه ونتحمل شويه، طالما شيء ليس في اليد وليس في المستطاع خلاص انا بسلمه لله سبحانه وتعالى واصبر الصبر الجميل. اما اذا في ايدينا بس شويه حاجات بسيطه، زي ان احنا ناخد بالنا من ولادنا، نلتزم بشويه تعليمات، ناخد بالنا من مطهرات، من صحتنا، من ازاي نقضي وقتنا، نتضرع الى الله وندعو. الحاجات اللي في ايدينا ان احنا نعملها عشان خاطر نعدي المرحله دي، اعمل اللي في ايديك كله. اللي مش في ايديك كله سيبه على الله سبحانه وتعالى. اصبر الصبر الجميل، تمنى من الله العفو والعافيه وادعوه بيها، وربنا يرفع عننا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احمي اولادنا يا رب العالمين، اللهم انصر بلدي، اللهم احمي مصر من كل شر ومن كل سوء، امين يا رب العالمين. اشكركم.